الملخص الكامل للمباراة الأسطورية ما بين إيساجي ورين. يا ترى مين اللي هينتصر في المباراة دي؟ بس عايز أقول لكم حاجة، الفيديو ده هينزل في أول يوم رمضان، فكل سنة وأنتم طيبين. فما تنسوش تصلي على النبي وتذكر ربنا، وأتمنى إن الفيديو ده يعجبكم وينسيكم شوية من تعب الصيام. بس لو الأذان بيأذن دلوقتي روح صلي وبعد كده أبقى أرجع للفيديو بتاعنا. ويلا أتمنى تستمتعوا بالفيديو ده. وبنرجع فلاش باك لآخر حاجة حصلت لما بيكون إيساجي اختارت شيجري وطلعوا المرحلة اللي بعدها، وبعدها كمان بنعرف ماضي باتشرا وإزاي هو اتربى. وبعدها إيساجي بيقابل باتشرا أخيرا وبيقول رين انا بتحداكوا في مباراة عشان افي بوعدي وارجعك معانا تاني يا باتشرا. يا ترى ايه اللي هيحصل في الحلقة دي؟ لو عايز تعرف بقية الاحداث كمل معانا الفيديو للاخر، ويلا بينا نبدأ. ورين بيقول للفريق ان هم لازم ينهوا الموضوع ده دلوقتي عشان ينتقلوا للمرحلة اللي بعدها، وبينزلوا الملعب وبيبقوا متحمسين جدا، وبتظهر الخطة قدامنا واللي هي بتكون ان ناجي وتشيجري على الطرف واريو وتوكوسيما وبارو ويساجي في المنتصف في مواجهة باتشرا ورين. واريو اول ما بيشوف تشيجري بيبيع القضية وبيروح يقول له ايه ده؟ لا شعرك حلو قوي، ايه نوع البلسم اللي انت بتستخدمه ده؟ فبيقول له اولا انت غاب ولا ايه؟ ما هو مفيش غير نوع واحد في كل الحمامات. فبيقول له يبقى اكيد دي هناقة طبيعية، انا ليا الشرف ان لاعب واحد انيق زيك. مش عارف كنت شوية اقول له انيق وجهك ليه يا صاحبي؟ ليه كده يا صاحبي؟ وبارو بيزعق لهم وبيقول لهم يلا كل واحد فيكم يروح لمكانه عشان نبدا المباراه دي. وتوكوسيما بيقول انا اسف بس ممكن ناجل المباراه عشان احنا مش بكامل قوانا، وبيبقى خايف جدا. ولما بارو بيلاقيه خايف كده بيروح لإيساجي بيقول له انا عايز اغير التشكيله دي، انا عايز اواجه الضعيف ده. وبارو بيبقى عاوز يشيله من على الارض ولكن بيبقى مش قادر، وإيساجي بيقول طب انا مين اللي هيبقى معايا ورا كده؟ وبيبص لناجي وبيقول له خلاص انت اللي هتبقى ورا معايا. فبيقول له انا بتاسف لك يا ساجي بس انا هبقى اناني المره دي ومش هسمع كلامك، انا عايز اواجه نمبر 1 واللي هو رين. فساجي بيقول له ماشي انا موافق، بس لو خسرت قدامه هيبقى دور انا وهنبدل انا وانت عشان اصحكه، وده معناه ان انا هبقى في مواجهه باتشرا. وبتبدا المباراه وبيبقى رين معاه الكوره وبيبصيها لباتشرا، وباتشرا بيقول لإيساجي انه ما يخشش عليه عشان ما يلش منه، وبيبدا يعمل مهاراته السريعه جدا وبيعدي من جنبه ولكن إيساجي بيلحقه. وباتشرا بيقول ايه اللي حصل ده لو إيساجي اللي انا اعرفه كان زماني عديته. هو ايه اللي حصل؟ هو ازاي قرأ تحركاتي؟ لا ومش كده وبس، ده كمان كان متموضع وبينظر للملعب كله، وبعدين هو لسه سايب لي المسار اللي على الشمال ده عشان اعدي منه. اكيد ده فخ. هو ايه اللي بيحصل؟ طريقته في الدفاع اختلفت تماما وبقى ما فيهاش اي ثغرة اعدي منها، حتى لو عديته ناجي وراه وهيقطعها مني بسهولة. وإيساجي بيقول له في يا باتشرا مش عارف تعدي مني ولا ايه؟ اعدي منه؟ ده اكيد فخ. هو ايه اللي بيحصل؟ وباتشرا بيقول تطورت طريقة استخدام العينة، في الحالة دي هعدي من على اليمين، وبيعدي من إيساجي وبيقع في فخ بارو، وإيساجي وبارو بيكونوا محاصرينه. وتوكوسيما بيقول له بصيل الكورة، ولكن إيساجي بيقرأ التمريرة دي وبياخدها منه. وباتشرا بيبقى مذهول وبيقول ايه ده؟ نسبة التعاون العالية اللي بين الثنائي ده، دول بيستغلوا بعض عشان ياخدوا الكورة لنفسهم. وإيساجي بتبقى معاه الكورة وناجي بينادي عليه وبيقول له يبصيها له، وفعلا بيبصيها له ولكن بيلاقي ان رين واقف متحركش من مكانه، شكله عارف سلاح ناجي في ترويض الكورة. وناجي بيقول انه لو استخدم سلاحه وحاول يعديها بالاستلامة مش هيعرف عشان المسافة بينهم كبيرة، ولو استلمها عادي هيقلص المسافة ويضغط عليه وهيقطعها. فبينط وبيمرر الكرة لتشيجري واللي بقى جاي من بعيد وبيقول له انطلق انطلاقة الفهد الأحمر، ولكن رين ويريو بيخشوا عليه ولكن تشيجري بيتضاعف سرعته عشان يوصل للكرة قبلهم، وفعلا بيعدي منهم هما الاتنين. وباتشرا مصدوم وبيقول إيساجي وبارو استغلوا بعض عشان يقطعوا الكورة مني. وبعدها ناجي وإيساجي تحولوا لوضع الهجوم على طول، وناجي بيعمل تمريرة غير متوقعة بلمسة مثالية، واستغلال تشيجري لكل ده سرعته الخارقة. هو ده التطور اللي عملوه عشان يهزمونا. دول خصم رائع جدا والتناغم ما بينهم مش طبيعي. وتشيجري بيشوط الكورة وبيسجل الهدف الأول، يسلم على ناجي. وباتشرا بيقول انا اتحمست جدا للمواجهة دي هتبقى ممتعة جدا. وبيظهر الوحش بتاعه وبيقول انا سعيد جدا، يلا بينا نبدأ من جديد. وبيبقى رين مع الكورة في نص الملعب، وإيساجي بيقول لنفسه المسافة بينه وبين المرمى 35 متر، أكيد مش هشوطها بس دول أقوى 3، يعني مش هسيب الأمور تنتهي كده، إحنا لازم نواصل الهجوم وما نمنعهمش وقت ياخدوا فيه نفسهم.
ورين بيباص الكوره لباتشرا، واللي بيجري بالكوره وبيقول لإيساجي يلا خش عليا المره دي مش هتعرف تقطعها مني. وإيساجي بيقول هو المره دي اخد حذره من بارو، من المستحيل ان اقطع مني الكوره بمفرده. وبيلاقي نيريو بيتقدم فبيتشتت، وبعدها بيقول صح اتشجري معاه وناجي كمان واقف ورا. وساعتها باتشرا بيقف وبيبص على رين وبيباص الكوره لإيريو من غير ما يبص، وإيريو بيستغل طول اطرافه وبيلحق الكوره قبل تشيجري وبيبصيها لتوكسيما وبيقول دي كورتي. فبارو بيجي من ظهره وبيلتحم معاه بيقول له لا كورت انا، وبيحاول يزقه ولكن بيبقى مش عارف بسبب ضخامه عضلات توكسيما. ولما الكوره بتوصل له بيلمسها لمسه واحده واللي بتبقى رين، وإيساجي بينصدم وبيقول ما ينفعش الكوره توصل لرين، ده مجال تسديد رين المثالي. وإيساجي بيقول ان ناجي توقع حركات رين وقفل عليه مسار التسديد، ورين بيخدع ناجي بتمويهه عجيبه. وإيساجي بيقول انا كنت عارف ان ده اللي هيحصل، وبيبقى راجع عشان ياخد الكوره من رين. وإيساجي بيقول له كده خلاص احنا الاتنين عليه اكيد هناخد الكوره منه. وفجاه باتشرا بيظهر فإيساجي بيتشتت وبيبقى لاول مره مش عارف يتوقع هو هيباصي ولا هيراوغ. ورين بياخد وضعيه التسديد وتشيجري بيتسرع وبيقول له انا مش هسمح لك تسدد من وسطنا، ولكن بيخدعه هو كمان بتمويه اسطوريه. وإيساجي بيقول مفيش فايده، الامر بيزداد سوء، كلهم بيتحركوا اتجاه المرمى نفس اللي توقعه رين، ومفيش الا انا في الدفاع. انا لازم دلوقتي استخدم عينيا واعرف ايه الحركه التاليه، بس هتوقع ازاي؟ رين عنده مليون نمط ممكن يعملهم لوحده. وبيجري عليه ورين بيضحك عليه وبيقول له على الاقل استخدمت عينك في الملعب. وإيساجي بيتزحلق ولكن بيعديها من فوقه وبيشوط الكرة الصاروخية واللي بترشق في الجون وبتبقى 1-1. وناجي بيقول هو ايه اللي حصل ده؟ هو بجد عدانا كلنا لوحده، احنا ازاي مش عارفين نوقفه؟ وإيساجي بيقول اني ما عرفتش اتغلب عليه، بس على الاقل كنت قريب المره دي. المره اللي فاتت انا ما كنتش فاهم انا خسرت ليه، دلوقتي انا فاهم السبب الحقيقي وراء تحركات رين. وبيقول لو استطعت اني اتوقعه هستطيع سحقه. وتشيجري بيبقى مصدوم من قوه رين. وناجي بيقول انا اسف بس ما عرفتش اتوقع هو هيعمل ايه، شكله بيفكر بطريقه مختلفه عن باقي الناس. وإيساجي بيقول لهم تعالوا وانا هشرح لكم ازاي هو بيفكر. هو في اللعبة اللي فاتت جرى على الكورة موضع في مجال التسديد، وده معناه ان هو دايما عارف اللي هنعمله وسابقنا بخطوة. هو ده اسلوب رين الاساسي. وناجي بيقول طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ انا ما قدرتش اواجبه. وتشيجري بيقول له بما انك قدرت تحلل طريقة لعبه في الوقت القصير ده تجعل منك شخص مدهش فعلا. وإيساجي فهم ان هو الوحيد اللي يقدر يجاري رين في التفكير، وده معناه ان الوحيد اللي يقدر يوقف رين. وبارو بيزعقوا وبيقول لهم النتيجة لسه 1-1، المباراة ما خلصتش، يلا نهجم. وبنكمل المباراة وبتبقى الكورة مع تشيجري وبيبقى ريو ضاغط عليه. وإيساجي بيقول احنا خصمنا الاول هو ريو، لازم نعديه الاول. وبيبص وبيلاقي ان رين متمركز في مكان مثالي يخليه ياخد الكورة من تشيجري لو حاول يعدي ريو. وناجي هو كمان بيتقدم وبيبقى باتشرا مراقبه. وإيساجي بيقول في اللحظة اللي هيبقى كله مركز مع ناجي هتسلل من وراه. وتشيجري لما بيشوفه بيبصيله الكورة، ولكن رين بيتوقع كل ده وبياخد منه الكورة. وبيبقى الساجي مصدوم وبيقول ايه ده؟ انت بتتكلم جد؟ وازاي توقع حركاتي اللي هتحركها بدون كورة؟ ده معناه ان تحركاتي تقع تحت نطاق رؤيته. المفروض ان احنا عندنا نفس السلاح، لكن هو قدرته متفوقة عليا بمراحل. وبارو بيقول له انت اتمديت اكتر من اللازم يا صعلوك. فرين بيباص الكورة لباتشرا واللي بينطلق بيها، وإيساجي بيزعق لهم وبيقول لهم ارجعوا ورا دفعوا، دي هجمة مرتدة. وبيرجع يضغط على باتشرا، وباتشرا بيقول انت رائع جدا يا إيساجي، انت اتطورت لدرجة انك بقيت تقدر تواكب رين. ويباص الكورة لإيريو بطريقة خرافية وبعيدة المدى، ولكن بيلاقي ان تشيجري لحقه بسرعته الخارقة وبيقول انا هزمك يا حشرة. وناجي بيظهر وبيقول انا كمان همنعك. وإيساجي بيقول الحمد لله ناجي رجع وتشيجري هيلحق الكورة قبل إيريو، والتمرينه دي عمرها ما هتنجح. بس باتشرا بيقول لإيريو التمرينه دي مش هتستناك لما تنزل على الارض. وإيريو كره الموقف وبيقول انا ما ينفعش استنى الكوره دي لغايه اما تنزل عشان تشيجري هياخدها. وبيفاجئ كل اللي في الملعب وبيقفز قفزه خرافيه. وإيساجي بيقول ده اكيد التفاعل الكيميائي بينه وبين باتشرا. وإيريو بيلعب الكوره بدماغه اللي بترشع في الجون، وبيبقى الجون التاني لفريق رين. وإيساجي بيقول انا كنت فاكر ان لو وقفت رين مش هيعرفوا يعملوا حاجه. وإيريو بيشكر باتشرا على العرضيه الرائعه دي. وإيساجي بيضحك بجنون وبيقول هي دي المعركه النهائيه، المباراه دي ممتعه جدا. وناجي بيقول إيساجي ورين بيواجهوا بعض وبيتنافسوا على مين اللي هيسيطر على الملعب.
وبيقول ان فريقهم ما عادش بيعتمد على المهارة الفردية بس، وبقى بيعملوا تفاعلات كيميائية كتير. شكله اسلوب لعب باتشرا اثر عليهم. انا حاسس بشعور مفرط من المتعة والاثارة، كل ده بفضل ريو اللي دعاني للعب كرة القدم. ريو، اظنك كنت محق في النهاية. من ساعة ما جيت بلولوك ولعبت كرة القدم وانا اتغيرت وبقيت عاوز ازداد قوة وابقى اقوى لاعب في العالم. انا اسف يا ريو، انا فعلا اتغيرت وخنتك. ويساجي بيبص له وبيقول له احنا لازم ندمرهم، وبيباص الكرة لتشيجري واللي بيقول له احنا لازم نهاجم بأي طريقة، وإيريو بيضغط عليه وبيقول له وريني هتهاجم ازاي. وناجي بيقول انا مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف الاتنين دول شايفين ايه، هما تقريبا في نفس مستوى الرؤية، ولكن رين بيتقدم عليه بالقوة الجسدية. وبيقول المستقبل اللي رين ويساجي بيتحكموا فيه انا هدمره بنفسي المرة دي. انا مش من القطع اللي هتقف في المكان اللي انتم متوقعينه. وبيجري بسرعة جنونية وتشيجري بيبصيله الكرة ورين بيضغط عليه فبيفوت الكرة ليساجي، ويساجي بيفهم اللي ناجي عاوز يعمله وبيبصيله الكرة تاني. وناجي بيبقى مستغرب ان ازاي رين مواكب تمريرة زي دي وبيعمل كأنه رايح يشوطها، ولكن بيخدع رين بحركته وهي التمويه. وبعدين بيشوطها شوطة خارقة وبتبقى تعادل، وكده بيكون 2-2. وناجي بيقول زي ما توقعت، طول ما انا بلعب مع هيساجي هبقى اقوى. انا اسف يا ريو، انا لقيت الشريك الحقيقي. وبشرى بيقول لرين هو ضعيف لسه صح. ورين بيقول له انا لما بغضب فعلا بيبتدي الحماس، شكلي دي هتبقى من اقوى المباريات. بإنري واللي بتكون بتشوف الهدف اللي ناجي سجله وبتبقى معجبة بتمويهاته وطريقة التسديد، وبتقول ان ده لاعب ممتاز، وبتنعت الهدف بتاعه بانه هدف خارق. نعت هدف زي ده بكلمة كبيرة خارق بيظهر له ان تحليلها ضعيف جدا، شخصيتها عادية، فبتتضايق وبتقول له ان هدف ناجي فعلا هدف خارق ومش بيتكرر كتير. ويجي بيقول لها انا مش واثق في ده، وان العقلية الحديدية والمهارة ووضع الملعب والبيئة اللي بيلعب فيها بتخلي اللاعب يعمل حاجات بتفوق البشر العاديين اللي زيك، واحنا بنشوف الاهداف الخارقة اللي قصدك عليها في المرحلة القادمة عشان تبقى الظروف اتغيرت، وساعتها هيظهر احسن لاعب في العالم وبنرجع تاني للملعب. فريق ساجي بيحتفل بهدف ناجي وبيبقوا مبهورين جدا من هدفه، وبرضه بيقولوا ان هم لسه ما كسبوش، هم عدلوا النتيجة فقط، وان هم لازم يسعوا في ان هم يسجلوا المزيد من الاهداف عشان ينتقلوا للمرحلة اللي بعدها. وناجي بيبقى مصدوم وفرحان بانهم لاول مره قدروا يتغلبوا على رين، وبيقول ان بمساعده ناجي ممكن نعمل كده كل مره. بس ايساجي بيقول انا كده مش هبقى احسن لاعب في العالم، انا عاوز افوز على رين بمفردي. وباتشرا بيقول اخيرا المتعه اللي مستنيها بدات، انا هقتل حفل الوحوش دي. وايساجي بيقول ان سلاحه في استيعاب الملعب ورؤيه سلاح ناجي في الاستقبال قادرين ان هم يفوزوهم على رين لو وحدوا اسلحتهم مع بعض. وبيقول بس عشان نجيب هدف تاني لازم نعمل نفس الخطه، وبيقول انه مش واثق انه هيقدروا يكرروا الخطه دي تاني. وسط ادراك رين وفهموا للهجمه، بيقول ان طالما ان احنا متعادلين معاهم وبننافسهم يعني احنا اتطورنا جدا وبقى مستوانا زي مستوى رين. وبيقول ان بما ان هو ورين مستواهم متقارب جدا يبقى مش هيقدر يواجههم مواجهه فرديه ولازم ناجي يساعده. وبعدها بيقول طب وايه الفايده؟ طب ما انا كده مش هبقى احسن لاعب في العالم، لا يكفي بان اكون متساوي معاه، انا لازم اسبقه بخطوه واعرف مجريات الملعب قبله. وبيرجع توكوسيما لعادته القديمه وبيفضل يتكلم كلام سلبي، ورين بيبقى غاضب جدا ومتحمس على عكس العاده، وبيقول له كفوا عن الثرثره، انا اللي هتحكم في الملعب ده من الان وصاعدا، واللي يعرف يحصلني يكسرني. وباتشا بيبقى مبتسم وبيقول انه اخيرا شاف رين وهو بيلعب بجد، ويباصي كوره لرين. ويساجي بيتقدم عليه وبيقول له وريني هتعمل ايه، فبيباصي الكوره لتوكوسيما ولكن الكوره بتبقى اقرب من بارو، وبيقول ان هو اللي هيلحق الاول. لكن الكوره اول ما بتنزل الارض بتلف وبتغير اتجاهها بسرعه، وتوكيميتسو اللي بيحجز على كوره. ويساجي بيقول ان رين قاصد يعمل كده عشان يقدر يتحرك لمكان احسن، وفعلا بيتحرك. وتوكوسيما بيرجع الكوره لرين، واول ما الكوره بتروح لرين بيبصيها بلمسه واحده. ويساجي بيبقى مش عارف يقرا رين لان ايقاعه سريع جدا، وريو بيطير بيستلمها استلامه جويه، بس بيلاقي ان تشيجري لحقه فمش بيلاقي اي خيار اخر الا انه يباصي لرين. ويساجي بيقول للناجي يقفل عليه الطريق، وفعلا هما الاثنين بيبقوا واقفين في الدفاع. ويساجي مش عارف يقرا قرار رين، ايه اللي جاي يا ترى؟ هيباصي الباتشرا ولا هيسدد ولا هيراوغ؟ ورين بياخد وضعيه التسديد والناجي بيبقى رايح عليه وبيعترض طريقه عشان ما يسددش، ولكن بيفتكر التمويه اللي هو عمله فيه في الجون اللي قبله، فبيقرر عدم الاندفاع، قرر انه هيموه رين بانه هيتظاهر انه هيندفع عليه وبعدين يقطعها منه. وفعلا رين بيشوط وبيقع في فخ ناجي، ولكن رين بيبقى عارف كل اللي في دماغ ناجي وبيعمل حركه الرولت وبيعدي ناجي، ولكن يساجي بيبقى عارف ان رين هيعمل كده
فبيلحقوا بزحلقه سريعه وبيقول له انا دلوقتي متقدم عنك بخطوه. فرين بيرد عليه وبيقول له انت مخطئ، انت متاخر عني بخطوتين. وبيباص الكره لباتشرا وباتشرا الذهول بقى باين على وشه وبيقول رين مش بيكره تحركات اللاعبين، ده بيتلاعب بالمستقبل. ويساجي بيقول مين المجنون ده بيستخدم قوه توكوسيبا وقفزه ريو وقرارات التحرك كل دول تحت سيطره رين. رين بيتلاعب بكل اللي في الملعب دلوقتي. هي دي قوه رين الجديه، هي دي قوه ملك الدمى. ورين بيقول له انت فاكر ان الشخصيات الفرعيه في مسرحيتي زيك هتقدر تقرا تحركاتي؟ وباتشرا بيسجل الهدف الثالث وبتبقى 3-2. ويساجي بيقول ان الوضع رجع زي ما كان عليه في المواجهه الاولى. قوه اللاعب ده هو التلاعب باللاعبين الاخرين وافكارهم، بيعمل كده عن طريق تحليل مهاراتنا وبيستغلها في رغبته في انه يبقى الافضل. وعشان تعمل حاجه زي دي لازم تبقى بتستغل كل سلاح عندك في نفس الوقت، التفكير، التوقع، القوه الجسديه. كما انت رائع يا رين. ويساجي وطموحه في التغلب على رين قلت جدا. وناجي بيقول له ان هم ما ينفعوش يلعبوا لعبات عاديه عشان رين هيتوقعها كلها بكل سهوله، وان هم لازم يلعبوا بطريقه تتجاوز كل توقعات رين. وتشيجري بيأكد على الكلام وبيقول ان معاه حق، وان مستوى الصعوبه بقى في اقصاه، وان هم لازم يدمجوا اسلحتهم لاقصى الحدود، ودي الطريقه الوحيده لاختراق الوحش ده. وكل واحد بيرجع في مكانه في الملعب عشان ينفذوا خطتهم. وبارو بيبص لهم بصات كلها غضب وحقد عشان سابوه وراهم. وبنكمل المباراه ويساجي بيقول ان هو معاه الكوره وانه لازم يكره كل اللي بيحصل وان مفيش مجال للخطا. وساعتها رين بيضغط عليه ويساجي بيستغرب من ان رين هو اللي ضاغط عليه وباتشرا هو اللي ورا، وبيبقى مش فاهم ايه اللي بيحصل. وبيبص فبيلاقي ان تشيجري جنبه وبيبصها له وبيقول ان مراهن على سرعه تشيجري وبيستلم الكوره وريو بيضغط عليه. وتشيجري بيقول انه محاصر من نجري بطريقه مستقيمه وبيختار كومباكس السرعه عنده وفعلا بيعمل كده وبيعدي ريو، ولكن بيلاقي رين في وشه وبيبقى قلقان من انه يعمل اي حاجه يتوقعها رين. وبيقرر في الاخر انه هيبصيها لناجي. ويساجي بيلاقي ان توكوسيما متوجه اتجاه ناجي فبيقول ان لازم يستهدف المساحه الفاضيه اللي وراه ويتحرك فيها، وفعلا بيعمل كده. وناجي بيقرا قرار يساجي وبيمرر له الكوره. ويساجي بيقول انه مش متبقي له الا ان هو يسدد الكوره ويحرز بيها هدف، وما يعرفش ان في غول قرا كل اللي حصل ده ورجع. ويساجي بينصدم وبيقول هو الواد ده بيهزر ولا ايه؟ هو ازاي عارف كل حاجه كنت هعملها؟ وهو بيبقى رجع عشان يبقى في مكان مثالي يخليه يقفل عليا مسار التسديد، وبيبقى مش عارف هيعمل ايه. وبيقرر ان هو يحتفظ بالكوره وبيقول ان الاحتفاظ بالكوره مش هيستمر كتير عشان قوته الجسديه، حتى لو عملت اي حاجه تانية مش هعرف اكسبه عشان انا وكل اللي في الملعب مجرد دمى مسرحيه. وساعتها بيظهر الاسد بارو وبيقطع الكوره من يساجي والكل بيبقى مصدوم. وناجي بيقول ان بارو عامل زي الاسد اللي بينتظر الوقت المناسب وبعدها بيفترس عدوه عشان يشبع جوعه، وبيقرب من المرمى وبيقول ايه نوع كره القدم اللي بيلعبها الكائن ده. ويساجي بيقول ان بارو عارف ان سرقة الكرة من زميله مش موجودة في قاموس رين، فبيقول لرين لو عايز تعرف لعب الكائن ده اسمه الاسد بارو وهو الشرير الملعب، يعني طريقة لعب مختلفة ولا يستطيع احد توقعه ولا السيطرة عليه. وبارو بينفجر غضبه وبيسدد الكرة الساحقة وبتبقى كده النتيجة 3-3. وبيروح لرين وبيقول له ايه هل شعرت بالضعف امامي؟ ده شعور طبيعي، فالكل بيسقط امام الاسد بارو يا صاحب الرموش السفلية. وبيقول ليساجي افتراسة واحدة مش كافية يا يساجي، اطعمني المزيد. ويساجي بيبتسم وبيقول بارو مهووس بالافتراس، وبما ان رين معرفش يتوقعه فهو استثنائي جدا. وبيقول انه اسلوب رين بيعتمد على العقلانية وفي نفس الوقت بارو مش بيملك اي فكره عن العقلانيه وطريقه لعبه مجنونه. هو ده الحجر الناقص اللي هيفوز بيه على رين، وهي شخص لا يمكن السيطره عليه ولا التلاعب بيه. الشخص ده هو بارو. وباتشرا بيقول لرين الامر ما عادش سهل صح، والمباراه بقت مبهمه. ورين بيقول انا دخلت المعلومات اللازمه واللي حصل ده مش هيتكرر تاني. ويساجي بيقول انه هيستخدم فيروس بارو عشان يدمر كل برمجياتهم. وبنرجع تاني وبتبقى الكره مع رين. ويساجي بيقول لتشيجري انه يضغط على رين فورا، وتشيجري بينفذ الامر وبيضغط على رين. ورين بيبقى مش عارف يعمل ايه، فبيلاقي باتشرا ظاهر له فبيبصيها له، وباتشرا بياخد الكرة ولكن يساجي بيبقى واقف قدامه وبيلاحظ ان يساجي مش مندفع عليه وسايب مسافة. وساعتها تشيجري بيغفله وبيضغط عليه، ولكن كده بيكون رين بمفرده فباتشرا بياخد باله وبيبقى رايح يمررها له، فيساجي بيكرهه وبيروح يمسك رين. وساعتها باتشرا بيعرف اللي يساجي بيعمله وان هو بيستغل سرعة تشيجري عشان يأخر وقتنا ويواكب تحركات رين. وبيقرر انه يواجه تشيجري لاول مرة، لكن باين عليه كده ما يعرفش مدى سرعة تشيجري وبيحاول يعدي، ولكن تشيجري بيلحقه. ولكن باتشرا بيتحمس وبيستخدم حركة خارقة وبيقدر يعديه. شكلنا كمان معرفتش قدرات المجنون باتشرا، ولكن يساجي بيكون في وشه، ولكن بحركة سريعة منه بيعدي من يساجي، ولكن بيلاقي بارو مستنيه هناك وبياخد الكرة منه. وباتشرا بيقول أيعقل يساجي يستخدم نفسه كطعم عشان بارو يفترسه. وبارو بينطلق بأقصى سرعة ناحية المرمى وبيعدي توكوسيما، ولكن بيلاقي الغرين واقف قدامه ومش بيعرف يقطعها من بارو فبيشوطها وبيطلعها بره الملعب. وتشيجري بيقول ليساجي ازاي توقعه؟ مش انت قلت ان ما حدش يقدر يتوقع لعب بارو؟ فيساجي بيقول
بيقول له اللي رين عمله ده مش توقع، ده مجرد استجابة سريعة في الوقت المناسب. بيقول له بيحاول انه يستفيد من اخطاء رين اكبر استفادة، وبيقول ان بار هو السر الفوز، ده اللي مش هنقدر نسيطر عليه انا ولا رين، وهو ده اللي هيفوزنا. وباتشا بيبص لإيساجي ورين بذهول وبيقول انا مش مصدق المستوى اللي رين وإيساجي وصلوا له، وبيفرح لان ده كان حلمه من وهو صغير، انه يستمتع بلعب الكرة مع اتنين عندهم وحوش مهووسين بكرة القدم زيه، ولكن بيدرك ان هم سابقينه. وبيقول انا بالنسبة لي انتوا الحلم اللي كنت بحلم بيه، ولكن انا بالنسبة لكم ايه. وبيدرك ان هو كان الشخص التابع كل ده. وبس بنرجع للمباراة وبتبقى الكرة مع رين وإيساجي ضغط عليه، وساعتها تشيجري بيتزحلق وبيطلع الكرة بره الملعب، وإيساجي بيقول له انا اسف، فبيقول له لا انا اللي اسف، انا لو كنت اسرع من كده كنت هقطعها. وإيساجي بيعرف من ملامح تشيجري ان ركبته رجعت توجعه تاني، فبيقول له انت كويس ولا ايه؟ فتشيجري بيقول له انا 10 على 10، ما تركزش معايا انت، بس ركز في المباراة دي عشان لو خسرنا قدام رين انا هقتلك. فإيساجي بيضحك وبيقول له علم وينفذ. وإيساجي بيقول ان مش تشيجري بس هو اللي مش هيقدر يكمل جري، كل اللي في الملعب قدرة تحملهم تناقصت بمعدل رهيب، واللي هيتحمل التعب ده واللي مش هيخلي لعبه يتأثر هيكسب المباراة دي. وبتبقى الكرة مع رين وبيبدأ تمريرات متتالية وسريعة مع توكوسيما، ومحدش بيبقى قادر يضغط عليهم بسبب سرعتهم الخارقة. ويساجي وشه بينقلب مرة واحدة بسبب انه عرف اللي رين بيعمله، وان هو بيستغل الشخص اللي قدرته في التحمل عالية جدا بسبب عضلاته، وبيبصيله الكرة امام المرمى، ولكن بارو وتشيجري بينقضوا عليه وبيقطعوا منه الكرة قبل ما يسجل. بسبب تدخل العنيف ده كل واحد فيهم بياخد كارت اصفر وبيتحسب له ركلة حرة. توكوسيما بيقول لرين انه اسف، فبيقول له احسنت صنعا ايها الغريب، هذا ما اريده. ويساجي وتشيجري بيبقوا واقفين حائط صد، ويساجي بيبقى مش عارف هو هيشوط ولا هيمرر، وايه الخيارات اللي متاحه امامه. هي ان بقى في حائط صد عشان لو سدد الكوره لو مررها نحو الجانب هضغط على باتشر عشان اقلل من الخطوره. ورين بيتهدم وبيسدد الكرة الصاروخية واللي بتبقى من فوق إيساجي واللي بترشع في الجون، ولكن بسبب توتر إيساجي وكثرة القرارات اللي خدها في نفس الوقت لسه انه ينط، فبتعدي الكرة من فوق وبترشع في الجون. ورين بيقول له انت كنت محتار انها باصي ولا هشوط، فنسيت تنط صح؟ انا كنت عارف عشان كده شطها من فوقك بالظبط. وناجي بيقول ان لازم ما يسمح لهمش يسجلوا هدف اخر والا ستنتهي المباراه. ويساجي بيقول ان الركله الحره بتاعت رين لا يمكن ايقافها، اللي كان المفروض ان نوقفها هي اللعبه اللي ادت لحدوث الركله الحره. انا توقعت انخفاض مستوى حركه الجميع، بس رين شاف حاجه تانية، شاف ان قوه التحمل عند توكوسيما عاليه فقرر انه يعتمد عليه، وان شاف فرصه كانت السبب في الهدف. وبيقولوا انه لو كان عارف قدره توكوسيما كان زمانه قدر يوقف الهجمه دي وما دخلش فيهم الجون ده. وبيقولوا انه قرب جدا من تفكير رين بس هو ناقص الخطوه الاخيره. وبارو بيقول لو انا اللي كنت واقف في حائط الصد كنت قفزت وصدتها. ويساجي بيقول ان رين شاط الكره عندنا عشان انا اللي واقف في الحيطه، لو كان بارو هو اللي واقف كان زمانه لقى طريقه تانية غير الشوط عشان يجيبها، وده معناه ان صيغه لعب رين هي الافتراس والاستغلال. وتشيجري بيقول ان هينتهي امرهم لو اي حد اقترف خطا تاني، وعشان كده بصيل الكوره. وبارو بيرد عليه وبيقول له اخرس مرر لنا الكوره. وناجي بيقول لهم انا مش هاممني مين اللي هيبقى معاه الكوره، المهم ان احنا نتعادل. وناجي بيباصي الكوره ليساجي واللي بينطلق بالكوره. وبارو بيقول ان لازم يتجاوز توكوسيما، وفعلا بينطلق في لمح البصر وبيعديه، ولكن بيلاقي ان توكوسيما لحقه مراقبه قويه ومش راضي يسيبه، فبيقول له اتركني ايها الاحمق. وتوكوسيما بيقول له انا اسف بس لازم افوز مهما كلف الامر. ويساجي بيستغل الهات توكوسيما وبيعدي، ولكن بيلاقي باتشر في وشه وبيضغط عليه، وبارو بيقول له يمرر له، وفي نفس الوقت برضه ناجي كان بيقول له يمرر له. ويساجي بيقول انه مش هيبصيها ولا واحد فيهم، خلاص رين عرف جميع الخيارات ومستعد ليهم كلهم. وبيقول انا كنت مستني اللحظه دي، لحظه تراكم الجميع عندي. وبيقول ان الجميع متمركزين على كيفيه تمرير الكوره، عشان كده هغير ساحه المعركه بالكامل. وبيلعب الكوره في مساحه فاضيه وبيقول لتشيجري انطلق باقصى سرعتك. وساعتها بنشوف تشيجري بيجري عشان يسجل هدف، ولكن ريو بيلحقه وبيقول له ايه ده انت لسه فيك صحه. ويساجي بيقول ان هم كلهم مندفعين على المرمى ومنتظرين تمرير تشيجري، وبيقول ان هو الوحيد القادر على قراءه تغير وضع اللعب، فلازم انه يختفي من مجال رؤيه رين عشان يسبقه بخطوه ويتحرك التحرك اللي هيسجل بيه هدف. وفعلا بيشق طريقه بالعرض وتشيجري بيكرهه وبيبصي له الكوره وبتبقى رايحه له ولسه راح يشوط الكوره، وبيظهر رين وبيحاول يمنعه من التسديد. ويساجي بيبقى مصدوم من رين وبيقول هو ازاي لحقني وسد عليا كمان مسار التسديد، وبيقول خلاص ما عادش فيه فايده، انا مش قوي بما فيه الكفايه لهزيمه هذا الشخص. ولكن خدعتك ايها الاحمق، انا انشأت كل اللي انت شفته ده لاني عارف انك هتتوقعها، ودي هي حركتك الاخيره، التسديده المبشره العكسيه. وبيشوط الكره بطريقه في غايه الجنون بالكعب وبيسجل هدف التعادل، وبتبقى النتيجه 4-4. ويبقى الكل مصدوم، وناجي بيقول له انت ملك الملعب الحقيقي يا ايساجي. ويساجي بيبص لرين وبيقول له ابتعد عن طريقي يا رين، انا المسيطر الحقيقي على الملعب، لقد تلاعبت بك وسجل هدفي مثلما تفعل انت. ورين بيبقى مصدوم ومش عارف يقول ولا كلمه، وبيبقوا فرحانين جدا. وتشيجري بيقول له اتعادلنا، انت الافضل يا ايساجي. وناجي بيقول له انت مذهل، تجاوزت رين بمفردك. وبارو بيقول له كل اللي حصل ده كان تحت سيطرتك وتوقعاتك يا ايساجي. فبيقول له ايوه
بس اول حاجه جت في دماغي هي صورتي وانا امام المرمى وبسجل، وعشان كده انشأت خطه محكمه. عملت عده خيارات، الاولى ان اجري بالعرض بالقرب من القائم البعيد وتشيجري يمررها لي واسجلها، والخيار الثاني هو ان لو رين قرأ اللعبه دي ووقف قدامي عشان يسد عليا مسار التسديد، اعرف باخده واستغل نقطته العمياء واسجل الهدف. انا امنت بقدراتي وتخيلت كل المشاهد قبل ما هجمته تبدا، وبارو بيقول له المقامره دي لو ما كانتش نجحت كانت هتكلفنا هجمه مضاده على طول، وكانت ممكن تيجي هدف فينا وكل ده ينتهي. انت عاوز ايه يالا؟ ما عاد يساجي يقول لك نقطته العمياء، وكمان عارف المشاهد اللي هتحصل وقبل ما يبدا، عارف لو ما كانتش نجحت انا كنت هعيط يا اسطى. وتشيجري بيقول له محدش هيفكر باسلوب لعبك ده لو ما كانش عندك نفس رؤيه رين. وناجي بيقول له بس احنا دلوقتي متساويين في النتيجه وفي القدرات برضه. ويساجي بيقول له انت احنا احسن منهم ونصحكم في اللعبه الاخيره ونثبت اننا الفريق الافضل. وباتشيرا بيقول انا ايه اللي ناقصني عشان الحق بيساجي؟ انا جيت لبلوك عشان ابحث عن وحوش واصدقاء العب معاهم، ولكن الامنيه دي مش كفايه لابلغ عالمهم. ماذا عساي ان افعل؟ وتسوكوشيما بيبقى مبهور بضربه الكعب دي وبيبقى خايف لو سجلوا كمان جون. وريو بيقول ان اللي هيجيب الهدف الاخير هو اللي هيحسم الحرب. ورين بيرد عليهم وبيقول لهم قدموا اقصى ما لديكم في اللعبه القادمه وكأن حياتكم على المحك وانا هسجل هدف بمجهوداتكم. وبتستكمل المباراه وبتبقى الكوره مع رين واللي بيبصيها لتوكوشيما، ولكن بارو بيضغط عليه وبيقول له دع الكوره ايها الاحمر. وساعتها بنلاقي ان تشيجري بيجري عليه وبيقول للبارو انه يفضل ضاغط عليه وهو هيخش ياخدها منه. ويساجي بيقول ان الضغط المزدوج ده على توكوشيما هيخليه يباص الكوره لرين، وفعلا توكوشيما بيباص الكوره لرين ورين بيعمل تمريره عاليه ريو. وناجي بيقول ان لازم ياخر نفسه شويه لانه لو دخل في مواجهه مع ريو في استلام الكوره هيخسر، وفعلا بيأخر قفزته وبيستلم الكوره بعد ما ريو استلمها، ولكن ريو بيقول له ده مش كافي وبياخد منه الكوره تاني وبيعدي. ويساجي بيقول الهجمه دي خطيره، هما الاثنين اخترقوا الدفاع ويتقدموا ناحيه المرمى، ولكن انا مش هسيب رين يلعب بحريه. وريو بيقول انت تقف في طريقك كالعاده يا ايساجي، لكن هناك وحش فارغ وبيباص الكوره لباتشيرا. وباتشيرا بيبقى متردد وبيقول انا واقع الان تحت الاختبار، ماذا عساي ان افعل؟ امرر او اراوغ اخبرني ايها الوحش ماذا افعل لكي يعترف بي؟ فساعتها بنلاقي تشيجري تقض عليه وقطع منه الكوره وبتبقى رايحه لتوكوشيما، ولكن بارو بيظهر قدامه وبياخدها منه. وتشيجري بيصرخ وبيقول هجمه مرتده وبيتقدموا كلهم على المرمى. وناجي بيعدي جنب باتشيرا وبيقول له دي مش من عاداتك، انت بتخسر نفسك ولا ايه؟ انت فاكر انك لو خسرت احنا هنختارك؟ انا مش عاوزك، انا عاوز رين. حتى ايساجي هتلاقيه بيفكر بنفس الشيء على الاغلب. باتشيرا بينصدم وبيقول مش هيختاروني لو خسرت، بس انا كده مش هعرف العب كره القدم مع ايساجي ولا رين. لا كل شيء الا هذا. وايساجي بيقول للبارو انه يمرر له الكوره عشان مش هيقدر يقاوم القوه الجسمانيه بتاعه توكوشيما. فايساجي بيقول انه بوسع هو وبارو ان هم يترابطوا مع بعض ويتغلبوا على عبقريه رين وسرعه توكوشيما، وبيرجع له الكوره تاني وبيفضلوا يلعبوا لعبات سريعه. وتوكوشيما بيقول للكل ان هم يرجعوا ورا، وباتشا بيقول انه مش لازم يخسر عشان ما تنتهيش كل احلامه. انا لازم افوز حتى لو كلفني الامر كل حياتي. كل اللي شفته هنا في بلو لوك مش عايز اخسر اي شيء منه، لا اريد خساره اول صديق وجدته لانني لا اريد العوده الى السابق عهدي حيث الوحده تصاحبني. وبنشوف امه وهي بتقول له الجميع بيحلموا باشياء في صغرهم، لكن عندما يكبرون يكتشفون انهم لا يسعهم تحقيقها، واللي انت بتؤمن بيه ده شيء مهم. فبيقول لها هو ايه اللي انا بؤمن بيه؟ فبتقول له الوحش وصوتك اللي بداخلك. فبيصرخ وبيقول انا اؤمن بالصوت الداخلي، وبينقض على ايساجي وبيقطع منه الكوره. وايساجي بيقول ان اكيد رين هيستغل الثغره دي، والكوره بتبقى ما بين ايساجي ورين. وايساجي بيقول ان لازم يلحق الكوره وبيبصيها لتشيجري، وتشيجري بيقول حان وقت الفوز وبيمرر الكوره على ريال بارو. وتوكوشيما بيقف قدامه وبيقول له مش هدعك تسجلها. وساعتها بيظهر ناجي قدامه وبيستلم الكوره وبيقول له خلاص هيسجلها افضل لاعب هنا، هيا يا ايساجي. وبتروح الكوره لايساجي واللي بيحدد المكان اللي هيشوط منه الكوره والزاويه اللي هيشوطها فيها، وباتشيرا بيحاول يمنعه. وايساجي بيقول خلاص دي النهايه، الفوز من نصيب الافضل في العالم، وبيسدد التسديده الصاروخيه. وباتشيرا بيقول امنحني فرصه اخيره. وساعتها رين بيلحق الكوره باعجوبه قبل ما تدخل من الجون وبيقع على الارض. وبتروح الكوره لباتشيرا وبنسمع صوت امه وهي بتقول له تقدم بالكوره. وساعتها بنعرف ان الصوت الداخلي هو اللي بيرشده مش الوحش بل صوت امه، وبتبقى هجمه مرتده. وريو وتوكوشيما بيتقدموا وفجاه بيظهر بوحش باتشيرا، وباتشيرا بيقول انه ممتن للوحش ده جدا لانه وصل الثقه بنفسه بسببه. وفي الوقت ده بيكون ايساجي رجع وبيقول ان لو باتشيرا عدى هيخسره. وباتشيرا بيقول انه اتعود ان الوحش هو يكون امله الوحيد وخلاه مش عارف يلعب غير وهو معاه، وبيقرر انه ما يسمعش كلام الوحش ده ويلعب لوحده. وبيقول انا اصبحت شخص لا يمكنه اللعب بدون ايساجي، لما استطيع ان نضيق قدما ملامه وحطم هذه اللعنه. الوحش بيقول له بصيها لتوكوشيما، ولكن باتشيرا بيقول له اخرس انا مش هسمع كلام حد، وبيدي ايساجي كوبري وبيعدي منه. وايساجي بيقول مراوغه من بين القدمين، انا لم ارى باتشيرا في هذه الهيئه من قبل. وناجي بيصرخ لتشيجري وبيقول له انه يوقفه قبل ما يسجل هدف، وتشيجري بيلحقه بيقف قدامه. وريو بيظهر من جنبه فالوحش بيقول له بصيها له، فبيقول له اخبرتك انني لن اصغي لك بعد الان، وبيدي لتشيجري كوبري وبيعدي منه. ولكن بارو بيلحقه بيقول له انت في وضع الهيجان دلوقتي يا صاحب التسريحه المستديره. وباتشيرا بيقول له ده مش هيجان، دي صحوه التخلص من لعنه الوحوش. وبيدي بارو كوبري وبيعدي منه. باتشيرا داخل ده شمالها في كله كباري. وايساجي بيقول ان باتشيرا حاليا هو الجوكر اللي
محدش هيقدر يتوقع تحركاته. وبرو بيقول لهم ان هو ناوي يكمل لوحده، لازم كلنا نضغط عليه، وكلهم بيوافقوا بيهجموا عليه هجوم ثلاثي. ويساجي بيقول مستحيل ان هو يعدي، ما احنا محاصرينه. وساعتها رين بتمركز في مكان سهل الباتشر انه يبصيها له ويفوزوا بالمباراه، ولكن بوسع رؤيه ذلك ايضا ساعه طريقه التمريره. وبرو بيصرخ وبيقول نصف ملعبهم مفتوح، يجب افتكاك الكره منه. وناجي بيقول ان هيبقى قدامهم فرصه كبيره لو افتكوها. وباتشر بيقول جميعكم ضعفاء وتحومون حولي كالحشرات. ويساجي بيقول الباتشر ده شخص لا يمكن لرين توقعه، هي دي القطعه الاخيره للفوز بالحرب وانهاء كل شيء. ذلك الوحش هو اللي يتعين علي افتراسه. وباتشر بيفتكر نفسه وهو صغير لما كان بيقول ان لازم يبقى كيان واحد مع الكوره عشان اعرف اعمل بها امور اعجازيه، وفعلا بيعمل بها حركه اعجازيه. وبيقول انا لازم ابقى كيان واحد مع الكوره زي الايام الخوالي. انا لا احتاج شيء في هذا الكون باسره الا التمتع بكره القدم. حتى لو سخروا مني لكوني غريب، لو انتهى بي الحال وحيدا ساقاتل اي احد وساطلق عن نفسي في هذا الشغف المتقد بداخلي. وبيعدي بطريقه مجنونه، ولكن ناجي بيمسكه قبل ما يروح للمرمى. ولكن باتشر بيطير في الهواء وبيقول انا ساصبح الوحش الحقيقي. انا اشكرك على الايام التي امضيتها معك وعلى الثقه والمتعه، لكنني ساتراقص بمفردي من الان وفصاعدا. وداعا يا إساجي شريكي في كره القدم. وناجي بيقول لا فائده، لقد انتهينا، لا يمكن ايقافه. وباتشر بيقول وداعا ايها الوحش. وساعتها الوحش بيختفي وبيتحول لوحش كاسر وبيشوط الكره بجنون. فساعتها بيظهر إساجي وبيصد التسديده وبيقول للباتشر انا امنت بيك وكنت واثق انك هتعرف تعدي وتوصل لهنا، انا المسيطر هنا يا باتشر. ونشوف ان الكل متفاجئ من عبقريه إيساجي، ولكن الكره بتطير في الهواء وبتروح لرين واللي بيشوطها بدون رحمه تيجي جون، وبتبقى النتيجة 5-4 لفريق رين. وبكده تكون المباراة انتهت، ويستجيب بيصرخ صرخة كلها حرقة وسط فرحة عارمة من فريق رين وخيبة أمل كبير من فريق إيساجي. وباتشر بيقول أخيرا لعبت بمفردي، أنا آمنت بكرة القدم وما احتجتش لمساعدة، أنا آسف يا إيساجي. وتوكوميتو وريو بيبقوا عارفين هياخدوا مين. وباتشر بيقول لهم أنا عارف أنا مين اللي هختاره، ولكن رين بيقطع كلامه وبيقول لهم اصمتوا وأنا سأختار ومش هقبل أي اعتراضات. أنا لما استطيع قراءة اللعبة الأخيرة دي أول مرة أضوء فيها طعم الخسارة وعدد الاشخاص اللي انا عاوز اهزمهم اكتر. مش هسيبك تتعفن هنا يا إيساجي يويتشي، تعالى انا عاوزك تشوف لحظة ما اكون افضل لاعب في العالم. فباتشر بيفرح وإيساجي بيقول لماذا اخترتني لما استطيع الفوز عليك مجددا؟ انا المفروض كنت اعمل ايه اكتر من اللي انا عملته؟ محدش كان يعرف مكان سقوط الكوره وسبحان الله نزلت عندك. هل الفرق بيني وبين رين مجرد حظ؟ وباتشر بيناديله وبيقول له يلا، وبيقول انا عقلي مشوش بالكامل. وقبل ما يمشي بيلتفت على اصحابه بيقول لهم انا اسف، احنا كنا على بعد خطوه واحده من الفوز على توب 3، الكره الاخيره كانت مجرد حظ. وتشيجري بيقول لغضب بيقول له اخرس وامضي قدما، مفيش داعي للكلام ده، انت رين اختارك دلوقتي وهو ده الواقع. وبرو بيقولوا تشيجري عنده حق، انت دلوقتي عدونا وهينتهي بينا المطاف بنواجهك، لذا اخرج عن وجهي يا فاشل. وناجي بيقول له انت كنت الشخصيه الرئيسيه في الفريق ده في النهايه، احنا بندفع ثمن كوننا الشخصيات الفرعيه الداعمه. الان انا ساسحقك في المره القادمه التي نتقابل فيها يا إيساجي، سنشق طريقنا من دونك. وإيساجي بيقول بارو وناجي وتشيجري القتال معكم كان فخرا لي، انا عمري ما كنت هوصل للمرحله دي لولاكو، بس احنا دلوقتي زي ما قلتوا اعداء وهنتواجه فيما بعد، وساعتها مش هرحمكم. بعدها بيبدا توكوسيما وريو يرحبوا بيه، وباتشر بيقول له انت قلت لي انك هتستعدني ولكن حصل العكس يا إيساجي. إيساجي بيعتذر له، فباتشر بيقول له مفيش داعي للاعتذار، انا استطعت اللعب بمفردي، انا كنت بعاني باني مش عارف العب وانت بعيد عني، وكنت امل انك تيجي تنقذني، ولكن بما اني قاتلت بمفردي الان فلقد ادركت ان من بوسعه انقاذي هو انا فقط. شكرا يا إيساجي، وبما اني دلوقتي بمقدوري اللعب بمفردي فكوني معك سيكون الامر اكثر متعه. وساعتها بينادي على رينو وبيقول له اخبرني لماذا خسرت امامك. فرين بيستعجب، فإيساجي بيقول له ايه اللي كان ناقصني عشان اهزمك؟ فبيقول له حتى القرد هيعرف اجابه السؤال ده هو الحظ. فإيساجي بيقول له انتظر، شيء وهمي زي الحظ لن يفسر الامر، انا عاوز شيء مؤكد اكتر لكي ياخده افضل. فبيقول له الحظ مش شيء وهمي، الحظ هو العنصر الخفي في الملعب ده واللي بيفضل اولئك الذين يتصرفون على رغبتهم. انا متاكد انك مش هتفهم كلامي، وعشان كده لا حق لك في العيش في عالم المنافسه. وبنسمع صوت ايجو هو بيهني الفريق لتجاوزهم التصفيه الثانيه، وبيقول لهم جائزتكم عشان تخطيتوا التصفيه الثانيه هي اني هعلمكم كيف يعمل الحظ في عالم كره القدم. فإيساجي بيقول له الحظ ده مجرد حاجه بتيجي بالصدفه وخلاص. فايجو بيرد عليه وبيقول له هكذا يراها العاديون الخاسرون، مثلا انت بتبقى ماشي في الشارع وفجاه بتلاقي حمامه شخت عليك فبتنظر الاعلى وبتلاقي ان في سرب حمام فوقك، ده اسمه حظ وانت كان ممكن تتجنب كل ده. العبره هنا ان الحظ مش موجود في كل مكان بل ياتي فقط لاولئك الذين يضعون انفسهم في مسارات، ونفس الموضوع على ارضيه الملعب.
فكروا في الهجمة على انها سلسلة من المصادفات. تذكر ان اعادة انتاج الهجمة وانشاء صيغة لسلاحك وغيرها من القدرات التي تعلمتها هنا في بلو لوك كانت تزود قوتك على التسجيل، زي ما حصل في الهجمة الاخيرة في المباراة اللي فاتت. الكرة كانت مع باتشرا وعلى وشك التسديد، وإيساكي بيركض عليه عشان يصدها، والكل واقف يتفرج عليه ما عدا واحد بس وهو رين، ومكمل ركض ورا إيساكي عشان عارف انه لو صدها هتروح له وهو هيسجلها. انت لازم تبقى كده يا إيساكي عشان تستغل تلك الفرص عند قدومها. اكتشف المكان الذي قد تقع فيه الفرصة وانتظر هناك، وإله الحظ بيبتسم لمن يستطيع شم الفرصة. هل ستواصل البكاء على نتيجة تلك المباراة كانت بالصدفة؟ ارفع رأسك بفخر إن كنت بذلت ما في وسعك. تعلم قبول النتيجة واحفرها في ذهنك. الحظ يأتي بتساوي لأولئك الذين يقاتلون بكل قوتهم. فإيساكي بيبص رين وبيقول له هل كنت تعلم كل هذا يا رين؟ فرين بيقول له مش كل اللي قالوا ذو العيون الأربعة صحيح، أنا كمان كان عندي خيار لتجنب التسجيل أيضا. اللي حصل إن الصدفة اللي أنت أنشأتها بمجهودك وقعت أمامي، والفرق بيني وبينك يا إيساكي هو العزيمة لتقبل الخسارة. وإيساكي بيتضايق وبيقول أنا حقا مثير للشفقة، ظننت أنني وصلت لمستوى رين، لا حتى ظننت أنني قد هزمته، ولكنني كنت الخاسر. علي تقبل الحقيقة أنني هزمت، لن تكون أمامي مرة قادمة هكذا. أنا لازم أضيف القطعة المدعوة بالحظ وأقوم بتحديث المعرفة في دماغي من أجل هزيمة رين. ويجوا بيقول لهم كما وعدتكم سنقيم معسكر مع أفضل اللاعبين بعد 24 ساعة، وستخوضون مباراة 5 ضد 5 ضد هؤلاء اللاعبين الخمسة النخبة في العالم. حان الوقت لأن تتعلم الضفادع المحبوسة بالشأن العالم الخارجي. وبيرجعوا لغرفتهم وبيبقوا مبهورين وخايفين في نفس الوقت من مواجهتهم مع أحسن مهاجمين العالم. ويساجي بيقول لهم أمال مين اللي في النص ده؟ فتاكوميتسو بيقول له ده جوليان لوكي، ده لاعب صاعد احدث ضجه كبيره في الدوري الفرنسي. اللي يعرف اللاعب ده مين في الحقيقه يكتب لنا في الكومنتات تحت. وإيساكي بيسال باتشر عن مكان رين، فبيقول انه بيروح غرفه التدريب البدني بالليل كل يوم لوحده. فبيروح له بيحاول يتدرب معاه بس ما بتظبطش معاه. فبيساله هو ليه بيعمل الطقوس دي، فبيقول انها بتصفي الذهن. فإيساكي بيفتكر لما رين قال له ان هدفه في كره القدم هو سحق اخوه. فإيساكي بيقول له انا كنت بتساءل من زمان، هو انت علاقتك مع اخوك الاكبر سيئه ولا ايه؟ فبيقول له ليس حقا، انها علاقه غير مريحه ولكن ستصبح مريحه عندما اسحقه. إيساكي بيقول له انا عاجبني صرامتك واصرارك ده، انت منافسي. فرين بيقول له انا مش معتبرك ولا انت ولا اللي في بلو لوك كلهم منافسيني. صحيح انني خسرت امامك في تلك اللحظه لكن لن يحدث هذا مجددا. فإيساكي بيتضايق وبيقول انه عارف انه ما وصلش لمستوى رين ولكنه هيهزمه في يوم من الايام. وإيساكي بيقول ان امبارح كان بيلعب في بطوله المؤتمرات، من كان يظن انني سألعب ضد افضل اللاعبين، وبيقول عشان كده لازم اقوم اتدرب دلوقتي وابقى اقوى. وفعلا بيروح ولكن بيلاقي باتشر هناك. بيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ احنا ورانا ماتش بكره. فبيقول له قولي الكلام ده لنفسك. فبيقول له عندك حق. وباتشر بيقول له انا الوحش اللي بداخلي قد اختفى. فإيساكي بيقول له ايوه صح، انت كنت بتقول ان في صوت بيكلمك. فبيقول له ايوه بس انا دلوقتي بنصت لي صوتي الداخلي فقط. هو ده كان المغزى من قدوم لبلو لوك، هو مقابلتك يا إيساكي. فإيساكي بيقول الشخص ده غريب جدا بس بيديني طاقه شجاعه. وبيبداوا يتمرنوا وبيقولوا له نسحق الخماسي العالمي. وبيجي اليوم التاني وبيبقوا الفريقين في الملعب، والعملاق البرازيلي سيلفا بيقول لهم ان هم باين عليهم ان هم ضعفاء جدا. فدام بيقولوا ان اليابانيين بنيتهم مش بتبقى ضخمه اصلا، فما تتسرعش في الحكم عليهم. وإيساكي والفرقه بيبقوا مش فاهمين منه ولا كلمه بسبب انه بيتكلم انجليزي. فبنشوف ان رين بيعرف يتكلم انجليزي وبيقول لهم ايه سبب قدومكم هنا. فسيلفا بيقول له مفيش حاجه تخلينا اجي مكان مقزز زي ده غير كسب المال. فرين بيقول له اسمعني كويس انا هسحقك. فبيقول له انا عاجبني روحك يا صعلوك. فلونا بيهدي الاوضاع وبيقول لرين انه يعرفه. فبيقول له مش انت اخوي توش الاصغر؟ اخوك سمعته رائعه في فريق ريال مدريد، اذا كنت اخاف فمن المفترض ان تكون مثله في فريق. فرين بيتضايق وبتكون المباراه على وشك البدء. وإيساكي بيقول انه هيحفر اسمه في عقولهم وبتبدا المباراه. وإيساكي بيبص لباتشر اللي بيتقدم بالكره وللكافاسوس انت هتشهد دلوقتي على الظهور الاول لباتشر الجديد. وبيعمل حركه دورانيه وبيعدي منه ولكن بيمد رجله عشان يقطعها منه، ولكن باتشر بيلمسها قبله وبيعدي منه. وإيساكي بيقول رائع يا باتشر لنتجاوزهم بتمريراتنا ال1 2. فبيقول له كفوا عن الكلام، انا لن امررها لاي احد لا يتجاوز مخيلتي. وإيساكي بيقول انه مش هيبصيها له عشان ده اسلوب لعبه الجديد بتاع باتشر وهو المراوغه والانانيه. وبيقول انه لازم يعمل حاجه تفوق خيال باتشر، فبيتقدم بحيث انه يكون في نطاق التسديده. بعدها بيقول لباتشر يمررها له ولكن بيلاقي ان لوكي وصل عنده في لمح البصر. وساعتها باتشر بيبص الكره رين واللي بيحطها على الطاير في الجون. وبجد استخدموا تحركاتي كالهاء. والفريق العالمي بيبتسم وبيقول ان المهمه مش هتبقى سهله زي ما كنا فاكرين. وإيساكي بيقول هذا سيكون ممتع ايها الاوغاد، ساحرز انا الهدف التالي. يا ترى ايه اللي هيحصل في الحلقه الجايه؟ لو عايز تعرف ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. ودي اخر حلقه نزلت من بوكو هيرو، وده فيديو جامد فشخ عجبك ويلا سلام.